خليني عشان الوقت بيجري جدا جدا اقول حاجه تانية سريعه. امبارح الدنيا قامت وما قعدتش لغايه النهارده بعد المداخله الجميله من الكابتن حسني عبد ربه كابتن النادي الاسماعيلي، اللي انا سالته فيها سؤال واضح. قلت له ايه انطباعكم عن انضمام شيكابالا لفريق النادي الاسماعيلي؟ الراجل رد، انا هسمعكم هو قال ايه، لانه بعد كده كلام كتير واصدقائنا من الاعلاميين عملوا بيانات مش عارف ايه، وده دخل وبعدين عدلوا البيان وسحبوا بيان وحطوا بيان والحكايه والروايه. احنا مش ضد حد خالص خالص، وكل اصدقائنا الاعلاميين على راسنا من فوق، على راسنا من فوق. بتبقى وجهات نظر، لكن علينا قبل ما نقول حاجه او نكتب بيان نجيب مره تانية اللقطه اللي اتكلم فيها الكابتن حسني عبد ربه، نشوف هو قال ايه بالظبط. هل هو اتكلم عن اللاعب بشكل يسيء للاعب؟ هل هو قال عليه فنيا ان هو لاعب مش جيد؟ هل هو لم يعطيه قدره كلاعب؟ ولا هو اتكلم في منطقة أخرى خالص؟ هخليكم تسمعوا الأول وبعدين أعقب. عايز أخد وجهة نظرك الشخصية في موضوع انضمام شيكابالا ليكو المرتقب والقيادة الجديدة بقى للكابتن ميدو، وهسألكم انتوا نفس السؤال، خلي بالكم. اتفضل يا كابتن. بص يا كابتن مدحت، انا يمكن الفتره امبارح وكل الناس عارفه يعني المشكله بتاعت نادي الزمالك وعدم يعني اكمال المفاوضات مع شيكابالا والكلام دوت والنادي الاسماعيلي، كل الناس عارفه القصه. انا ليا وجهه نظر ان لو كان بيته اللي هو نادي الزمالك رفض الموضوع سلوكيا فما ينفعش النادي الاسماعيلي يخش في الموضوع، وانا بقولها وما يهمنيش حتى انا بقول كلمه هتحاسب قدام ربنا فيها. جميل. انا مع احترامي راجل يعتبر يعني من قليلين جدا في كره القدم كموهبه رياضيه. شيكابالا لعيب ما يختلفش عليه اثنين كموهبه وككوره وككل حاجه، انما كابتن انت بيتك يعني رفضك عشان خاطر حاجه معينه، ما ينفعش ان في مكان تاني يقدر يخش في موضوع كده. انت بتسوق لنفسك انت كنادي اسماعيلي. لو انت تفاوض على اساس سلوكيا من ناحيه، ما ينفعش انت تخش. دي وجهه نظري الشخصيه كراجل اسماعيلاوي. انا لما باجي اتكلم يا كابتن صدقني بتكلم كراجل اسماعيلاوي قبل ما اكون لاعب في الكوره. احترم صراحتك جدا وبحب جدا يا كابتن ان انا ببقى صريح، ما احبش ان انا ابقى بوشين او الف وادور. فانا شايف ان الالتزام والاحترام والادب اهم من الكوره واهم من كل حاجه. سلام عليك. سلام. انت طول عمرك الحقيقه قيمتك في، وانا دايما اقول لاخواننا اللاعب مش بس مهاره وقدره فنيه، اللاعب سلوكيات واخلاقيات وقيم، وده اللي بيبقى وبيعيش مع البني ادم. عشان كده حسني عبد ربه عمر ما حد اختلف عليه. في نجوم كده. توتي اسماعيليه ده. ها؟ توتي اسماعيليه ده. توتي اسماعيليه. طبعا توتي فنيا واخلاق على اعلى. دي كانت مداخلة الكابتن حسني عبد ربه امبارح. كانت ايه ردود الافعال؟ كابتن حسني مساء الانوار مرة تانية. حضرتك يا رب يخليك، اهلا بيك يا ابو كباتن. الله يخليك. يعني احنا سمعنا المكالمة اهي. ايه كان فيها ايه المكالمة؟ ايه المشكلة اللي قلبت الدنيا وبعض الاعلاميين اتكلموا عنها ليه؟ والله يا كابتن مدحت، يعني اولا انا بقول لجمهور الزمالك ان انا علاقتي يعني بيكم الحمد لله علاقه حب دايما وعلاقه محبه، وشيكابالا بالنسبه لي اخ. انما انا ولا جرحت شيكابالا في حاجه ولا اتكلمت على اي حاجه يعني تمس شيكابالا. انا كل اللي قلته يا كابتن مدحت انت عرفته اهوت والناس كلها شايفه. انا قلت ان نادي الزمالك فيه مشكله بينه وبين شيكابالا، هي احنا اللي كلنا عارفينها، المؤتمر والراجل ما جاش والسياده المستشار بنفسه طلع واتكلم، والنادي الزمالك كلهم جوه اتكلموا وقالوا ان الراجل ما التزمش والراجل كذا كذا كذا. انا قلت ايه اكتر من ان انا قلت لو النادي الزمالك في مشكله بينه وبين اللاعب اخلاقيا ان احنا ما نتدخلش. صحيح. انا عايز اعرف، عايز حد يقول لي انا كده غلطت في ايه؟ على الاطلاق ده والله. انا يا كابتن مدحت صدقني وحياه لا اله الا الله انا رقم 10 شايله لشيكابالا كابتن فرقه بوزع الارقام، انا رقم 10. ميدو كلمني وقال لي شيكابالا ان شاء الله ممكن احتمال يجي. اتفقنا ان احنا نشيله رقم 10 على جنب، في اكتر من كده ايه؟ مفيش. وبعدين ولا شيكابالا بينه وبينه ايه؟ ده الراجل في اي مكان يا كابتن مدحت هيجي يزود الفرقه.
يجي يا كابتن، يبقى هو عايز يجي بشيكابالا اللي احنا عارفينه، يجي شيكابالا اللي لما بينزل الملعب كله يا كابتن بيهتزله يا كابتن. ده موهبه، وانا قلت لك الكلام ده امبارح. انت قلت على الهوا، قلت ما حدش يختلف على فنياته طبعا. اللعيب اللي زي شيكابالا ده موجود مش موجود يا كابتن. انما لما يطلع ناس يا كابتن تحور الكلام يا كابتن مدحت وتتكلم عليا بشكل وحش، وللاسف يا كابتن ناس انا بعزهم، يعني سواء كابتن خالد الغندور حتى انا زعلان منه، لاني انا بيني وبينه ما فيش اي حاجه خالص. بالعكس، ده الراجل اعلاميا واقف معايا وعمل لي قبل كده يعني تقارير كبيره جدا، وعمل عليا حاجات كويسه جدا، وعلاقتي بيه كويسه. انما لما يطلع يتكلم عليا بشكل مش كويس، ويقول عليا ان انا اصابات، ويقول عليا ان انا الاهلي ونعش وعيب يا كابتن، مش دي اخلاق. بس هو شال التقرير ده، شال البيان ده. انا بتكلم يا كابتن مدحت لان الناس الجمهور يا كابتن بياخد من الناس الكبار الكلام، وبيقدر بعد كده هو بيحوره يا كابتن. نعم. فعيب اللي احنا ناس كبار، وعيب ان يعني يتقال عليا انا كده، ومش دي اخلاقي. الناس كلها عارفه اخلاقي. وشيكابالا يجي يا كابتن النادي الاسماعيلي من بكره، انا ما عنديش اي مشكله. انا مش رئيس نادي ولا انا يعني مسؤول، انا راجل لعيب، وراجل كلمتك امبارح بصفتي كمان كراجل اسماعيلاوي. انت قلت انا بتكلم كمواطن اسماعيلاوي. شيكابالا، وبالعكس يا كابتن احنا كلنا نقف مع شيكابالا لو يرجع لمصلحه مصر ومصلحه الكره المصريه، الموهبه زي دي ترجع تاني، ده احنا نفسنا. انما انا بتكلم يا كابتن مدحت مره واثنين وثلاثه، بتكلم المشكله اللي حصلت بين اللاعب وبين النادي. انا ما اتكلمتش في حاجه اكتر من كده. انا ما دخلتش شيكابالا يجي ما يجيش، انا بقولها هو و100 مره واقولها، شيكابالا يجي النادي الاسماعيلي وانا اكتر واحد ارحب بيه، لان اضافه هتبقى قويه للنادي الاسماعيلي، واحنا كلنا زمايل، ولازم اقف جنب شيكابالا اول واحد، لان مصلحه شيكابالا عودته هيبقى عوده لينا ككره اسماعيلاويه كلها. صحيح. وبعدين كلامك كان واضح. انا غلطت في شيكابالا ايه؟ ان يتقال عليا من الكابتن خالد المحترم اللي انا بعزه، وان انا عمري ما اقبل الاساءه بالاساءه، لان كابتن خالد ده كابتن نادي الزمالك، وكابتن خالد ده كابتني، واتشرفت ان انا حضرت الاعتزال بتاعه ولبست تيشيرت نادي الزمالك وكنت بلعب قصاد الاهلي. فانا ما عنديش مشاكل بيني وبين جمهور نادي الزمالك. بالعكس يا كابتن، انت امبارح بتقول ان ما يختلفش على حسن عبد ربه سواء جمهور اهلي او زمالك طبعا او جمهور مصر. طبعا هو ده الحاجه اللي الواحد يعني صدقني يا كابتن، الواحد بيلعب كوره، الفلوس مش كل حاجه، الفلوس بتيجي وبتتصرف في ثانيه، انما بتفضل السيره الطيبه والكلمه الطيبه هي دي اللي بتدوم بقى بعد مماتك حتى. بس يا كابتن صحيح. والكلام ده خالد كتبه في بيان على صفحته، انا قالوا لي كده النهارده. كتبه انا كابتن مدحت، انا عايز استعرض الكلام يا كابتن. انا زعلت جدا، بس خلي بالك هو غير البيان عشان نديله حقه برضه في غيابه، هما بيحاولوا يجيبوه على التليفون دلوقتي. هو اللي انت قريته امبارح هو كتب حاجه بالليل بيقولوا على صفحته، بس النهارده غيرها وكتب حاجه ثانيه فيها شياكه واتكلم عنك كويس قوي وكل حاجه يعني. كابتن يتكلم، وانا كابتن خالد ده اخويا الكبير وكابتن نادي الزمالك، ويتشرف، انا اتشرف بيه وهو يتشرف بيا، واحنا نكبر بعض. احنا الجمهور مش ناقص يا كابتن، صدقني الجمهور مش ناقص احتقان اكتر من كده. يا جماعه مش عايزين نحور الكلام، والله العظيم يا كابتن اللي مبهدلنا ان احنا كل واحد بيستنى الثاني على الخطا. عشان كده كابتن مدحت الواحد بيبقى بعيد عن الاعلام، لان كلمه الناس بتاخدها بتحورها لاغراض شخصيه، وانا مش حابب ده يا كابتن. عشان كده الواحد بيبقى بعيد عن الاعلام. يعني الناس دايما بتقول اللعيب لازم الاعلام يظهر، يعني اللعيب يظهر في الاعلام ويتكلم ويقول هو ده حق جمهورك، حق جمهورك عليك يعني. حق بقى، فاحنا مش عايزين، احنا بلدنا، او احنا وانت حضرتك بتجري ان انت عايز تشوف الجمهور، وكابتن شوبير وكريم حسن شحاته وكل اللاعبين بيجروا يا كابتن، ان الكوره من غير جمهور مش طبعا. احنا اول ناس واولى ناس اللي احنا لازم ان احنا نبقى قدوه ومثل للناس كلها اللي ترجع تاني. انا مره ومليون مره يا كابتن انا اتشرف ان شيكابالا كلاعب دولي ولاعب صاحبي يا كابتن، انا مش هقول شيكابالا ما يجيش، اتشرف بيه انه يجي في اسماعيليه، لاني ده ضيف عليا، وانا بلد اسماعيليه علمتني كده، وانا اتشرف ان الراجل يجي وارحب بيه، وده ضيف علينا احنا نكرمه، واكرام الضيف واجبه، واحنا نقف جنبه ونسنده. لان زي ما بقول لك يا كابتن مدحت، شيكابالا لو رجع لمستواه اضافه لينا يا كابتن، طبعا اضافه لينا، طبعا اضافه لينا. كل دول يا كابتن جايين ضيوف علينا، احنا لازم نكرمهم ولازم نستقبلهم. بس انا اتمنى ان كل الامور تتحل بما يرضي الله، ان ما يجوا من غير مشاكل. ده اللي انا بتمناه. بس والله العظيم انت صح، والله انت صح يا حسني، والله العظيم انت صح تماما، وكلامك واضح. وبعدين انت مش بتقول كده دلوقتي، احنا عرضنا لك مكالمتك واضحه وضوح الشمس. انت ما قلتش اكتر من ما ينفعش راجل يبقى عنده مشكله مع بيته ونادي الاسماعيلي يخش فيها. ده وضع طبيعي، واي انسان عنده ادنى درجات المنطق هيقول نفس الكلام. وبعدين انت كملت كلامك وقلت ما حدش يختلف على موهبه شيكابالا وكذا، يعني حتى فنيا انت اديته حقه في الحوار. فالموضوع منتهي تماما يعني. ربنا يخليك. انا حبيت بس اوضح يا كابتن، واضحه. وانا ان كنت قلت اي لفظ يعني خارجي او اقول اي حاجه، انا مش دي اخلاقي،
وانا الحمد لله عايش بسمعتي في المجال بتاعنا، مجال الرياضه طبعا. وانا ان كنت قلت اي حاجه بعتذر لجمهور نادي الزمالك، انا ولا اقصد المساس بشيكابالا كلاعب رمز بالنسبه لنادي الزمالك والجمهور، والحمد لله حسني عبد ربه رمز للكره المصريه ورمز للنادي الاسماعيلي. كلنا كابتن يعني رموز، لازم نحافظ على بعضنا ولازم نكبر بعضنا. والكابتن خالد بالنسبه لي ده اخ كبير، عمري ما اقبل الاساءه بالاساءه، وانا بقول لك يا كابتن خالد لازم ان انت تقف معايا وانا اقف معاك عشان خاطر الكره المصريه، ونفضل احنا كلنا نماذج للجمهور ان احنا نفضل دايما الصوره كويسه اللي الناس عارفه عننا. صحيح. بشكرك يا كابتن حسني، بشكرك شكرا جزيلا. وخلينا نقول صديقنا العزيز طبعا الكابتن خالد غندور لما عمل هذا البيان هو عمله من حبه اكيد لشيكابالا، لكن هو عمل بيان ربما كان قاسي شويه امبارح، وفقا له والله اقسم بالله انا ما شفته لان انا ما بعرفش اخش على الصفحات اساسا يعني، لكن زملائي في الاعداد قالوا النهارده وقالوا ان هو شاله وعمل واحد تاني. الواحد التاني ده جابوه لي لقيته لطيف جدا، وهو نفسه اتكلم بشكل في منتهى الجمال على حسني في البيان الجديد اللي عمله النهارده. ودي طباع خالد الغندور الجميله اللي احنا نعرفها، ولازم نبقى متاكدين ان مفيش امور داخليه بتبقى حمقى كده في لحظتها وانتهى الامر. ولازم نحيي حسني عبد ربه القائد اللي اتكلم كلام جميل ولم يخطئ على الاطلاق. بالعكس انا النهارده بقول لهم حسني لما عمل مداخله امبارح عملها بخبرات السنين، كل كلمه قالها تتوزن من ذهب. لما يقول ما ينفعش لاعب يبقى عنده مشكله مع بيته واحنا نخش طرف فيها، مين يقول غير كده؟ اي معتوه يقول غير كده، اي معتوه يقول ان الكلام ده مش مظبوط يبقى معتوه. بتكلم بشكل عام، ما ينفعش. لكن هو ارضى في الكلام وقال ايه؟ قال ومحدش فينا يختلف على قيمه شيكابالا. كلام واضح، كلام موزون من ذهب. تحيه عليك يا اصيل يا اصلي. بحبك ووعد عليا اشيلك في عينيا بنسبة 200.